انا عايزاكي ترمي اي حاجه بتنضفي بيها البيت وتعالي شوفي الاختراعات دي، حرفيا يستاهلوا مليون جنيه. السفنجه دي بشوفها دايما في فيديوهات الاجانب، وحرفيا ما كنتش عارفه ان هي تبقى مغناطيس للتراب بالطريقه دي. بجد خطيره، هتستخدميها لكل الاماكن اللي في البيت وبتدخل في اضيق الاماكن. خطيره والله، كانها بتشفط فعلا التراب، ومسافه ما بتغسليها بترجع كانها جديده تاني. اما بقى المساحه بتاعه الازاز دي خطيره، المميز فيها الجزء بتاع السبراي انت بتحطي فيه ملمع الازاز وبترشي بس بالطريقه دي. وعايزه اقول لكم ان هي ما بتسيبش نقطه ملمع او ميه او اي حاجه على الازاز او على الرخام غير لما هتنزله بالطريقه دي. هترجع لكم المرايات جديده من غير مناديل بقى ولا اي حاجه. التويلت براش دي انا ما اعرفش هي كانت غايبه عننا فين من زمان. انت ايدك مش هتلمس اي حاجه خلاص، هي بيجي معاها الغيارات بتاعتها او المنظف بتاعها، هتحطيه في العصايه بتاعتها بالشكل وعايزه اقول لكم ان المنظف اللي بينزل منها بيخلي التويلت بيبرق، وهترميها في التويلت بالشكل ده من غير ما ايدك تلمس حاجه. اما بقى الوايبس دي فهي للارضيات او للحيطان، بتحطوها في المساحه الكليبس بالشكل ده. وعايزه اقول لكم ان هي اختراع عبقري، لان انتوا هتستخدموه مره واحده وترموه سواء بقى للحوائط او للمطبخ عندكم من فوق او للارضيات، وبجد حلو قوي. الفرش الصغيره دي بتدخل في اضيق الاماكن، وانا حرفيا ما بستغناش عنهم في تنظيف الاحواض او غساله الاطباق. مفيش اي فرش بستخدمها بتدخل في الاماكن الصغيره دي غير النوع ده بس. الفرشه دي حلوه قوي للاحواض او للرخام، خشنه كده شويه وشكلها بيبقى شيك قوي وحلوه جدا على الحوض. جبتهم من كاريزماتيك هوم، عامل لهم منشن تحت الفيديو.